ايها الناس، المكنه طلعت قماش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين اخباركم ايه؟ وحشني. بس قبل اي كلام، قبل ما نقول اي اخبار، متنساش اللايك والتعليق والاشتراك في القناه وصلي على النبي في التعليقات. ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الناس، المكنه طلعت قماش. امبارح كان ماتش الاهلي والزمالك. انا ما طلعتش امبارح، كنت والله عمال ادور على اللعيبه. كنت بدور على في لعيبه كده، كان في علي تاي كنت بدور عليه، والحمد لله يعني لقوه اخيرا. يعني عيل قصير كده، كان كوكا طلع كان خطف وبتاع. مش عاوزين نتريق على اللعيبه ومش عاوزين نتريق على الدنيا ديت او نحفل، بس هنقول لك الماتش امبارح كان ماتش الاهلي اثبت فيه ان اللعيبه فيها رجاله. هتقول لي لو كانوا خسروا كان هيطلع عنه. ما هم داخلين الماتش اصلا بمبدا عشان تحل مشاكلك لازم تكسب الماتش ده، يعني المكسب هو الحل. الجماهير، اللعيبه نازله المباراه ديت. مش هقول لك ان الاهلي كان احسن حاجه، الاهلي كان مسيطر، الاهلي كان زي الزمالك طول الماتش. لا مش هقول لك الكلام ده. انا هقول لك الاهلي اللعيبه كسبت امبارح علشان عرفوا قيمه التيشيرت اللي لابسينه، وعارفين ان لو ما كسبوش الماتش ده مشاكلهم مش هتتحل، ولو كسبوا الماتش ده مشاكلهم كلها تتحل. فعشان كده لعبوا امبارح بالطريقه دي، بطريقه رجوله. يعني انا لما شفت صوره الكابتن صالح سليم في المدرجات بالاعلام انا اتفائلت. روح الفانيلا الحمراء. امبارح الاهلي لعب بروح الفانيلا الحمراء. الاهلي امبارح اول 10 دقايق انا قلت بس الزمالك هينفخنا. بس بعد 10 دقايق الاهلي زنق الزمالك زنقه. بس هنتكلم في بدايه الماتش. قبل بدايه الماتش كان في ماتش مصغر بين الجمهورين. ماتش مصغر، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك. جمهور الزمالك بدا يغلط في زيزو، جمهور الاهلي حيا زيزو ورد عليهم بنشيدهم بطريقه اوسخ، وده مش صح. بس لعيبه عندنا كنا لازم نحميه، ولازم نعرفه ان وراه جمهور، ولازم نعرفه ان انت مش لوحدك. ده جمهور الاهلي امبارح عمل كده. صح بقى غلط، تتفق معايا ما تتفقش معايا، بس ده اللي حصل امبارح. واللي انا شفته ان يا زيزو او يا اي لعيب في الاهلي لا، وراك جمهور يحميك، جمهور يدافع عنك. المهم بعد اول 10 دقايق زي ما قلت لكم كده في اول مباراه الزمالك كانس، بعد كده الاهلي كنس، زنق الاهلي. انا حسيت امبارح ان الاهلي كان بيلعب غزل المحله. اللعيبه كلها عند الخط، عند الخط. كان شويه هيجيبوا الجهاز الفني بالاحتياطي يحطوه على الخط. والاهلي كان متحكم في المباراه وفي سير المباراه وفي مجرى المباراه. يسرعوا زي ما عاوز يسرعوا، يهديه زي ما عاوز، يجيب الزمالك عند الجون شويه يرجعهم تاني. كان الاهلي مسيطر طول الماتش بعد اول 10 دقايق. وللانصاف هم لعبوا اول 10 دقايق واخر 5 دقايق. اخر 5 دقايق كوره عبد الله السعيد لما شاطها، وعمرو ناصر، اسمه عمرو ناصر، شاطها بالدماغ جت في العرض. امبارح الاهلي لعب برجوله. وكوكا الله عليك يا ابني. الفينا اللاعب البرازيلي الاصلي. انا الواد ده انا عارف انه لعيب، بس ما عملش حاجه امبارح. كوكا كان قافل عليه قفله. لا ده مش كوكا. يعني انا لو بزيرا بيلعب او الفينا بيلعب بالطريقه دي الايام اللي فاتت، لا امبارح ما لعبش. خلينا صراحه، الزمالك امبارح ما جاش 15 دقيقه، اول 10 دقايق واخر 5 دقايق. والاهلي كان ماسكه رايح جاي بيه. كان ينقصك حاجه واحده، اللي يخلص عند الجون. الاهلي راح كام كوره اللي يخلص عند الجون. بن شرقي وحلاوه بن شرقي امبارح الغلطه اللي غلطها في الماتش بتاع 1-1 بن شرقي امبارح صلحها. سبحان الله، نفس الكوره صلحها وطلعها. بن شرقي، تريزيجيه. بص، انا لو قلت لك على كل اللعيبه بالاحتياطي هقول لك لا، كلهم كانوا اقل برجل واحد. اللعيبه تشوفها بعد المباراه يقول لك احنا تعاهدنا مع بعض ان احنا لازم نبقى على قلب واحد، وده اللي بان امبارح في الماتش. انا مش هقول لك الاهلي كان احسن حاجه، الاهلي مش احسن حاجه لسه، مش ده مستوى الاهلي اللي احنا عاوزينه. بس الاهلي امبارح لعب روح واحده اللي كنا بنطالب بيها.
الحب بين اللعيب. شفت ياسر ومروان، شفت شوبير والشناوي، شفت كوكا وياسين مرعي وياسر ابراهيم. طب شفت ديانج لما نزل عمل ايه؟ الحصان فك، العيال كانت بتلعب حلو. طب شفت حسين الشحات النينجا؟ حسين الشحات نزل، اول ما نزل جاب جون وبعدين 5 دقايق ضربه جزاء، الاهلي كسب. حسين الشحات. وحسين الشحات انا مش عارف اقول لك ايه. يا حسين انت في ايدك تعمل اللي انت عاوزه. حسين انت لعيب كويس، بس انت العب بنفس. يعني انت امبارح لعبت بنفس. انت نازل امبارح متفرج مركز بره وبتتفرج على الماتش ونازل عارف انت هتعمل ايه، وخصوصا في ضربه الجزاء. لو انت مش عارف ان انت هتعرف تجيب ضربه الجزاء ما كنتش عملتها. حسين كان نازل مركز امبارح. حسين امبارح هو اللي جاب المكسب لوحده للاهلي، بس مش لوحده، وكان لازم حد يخلص. انت شفت لما حسين الشحات عمل ايه؟ نزل عمل ايه؟ نزل ده كان 44 باصه للاهلي قبل الجول. تخيلها، 44 باصه، واللي مديله اسيست مين؟ محمد الشريف اللي ما كانش عارف يعمل حاجه في عند الجول. وعمر كمان. لو الجول ده، لو الكره اللي جات لك ديت اللي اتاخد لك بعد ديانج ما مرقص الفريق، ده انت عندك تريزيجيه مرقص الفريق وديانج مرقص الفريق. بعد ما ديانج مرقص الفريق واداها لك دي، لو كانت في وقت غير ان احنا كنا كسبانين فيه، اقسم بالله لو كنت امبارح كنت شفت يوم اسود. لو كنا متعادلين او كنا خسرانين وكنت ضيعت الكره ديت. ركز يا عمر، عمر كمان انت كويس بس ركز. امبارح انا شفت الاهلي بروح الاهلي. روح الاهلي كانت بتلعب امبارح، روح الفنان الحمراء كانت بتلعب امبارح. مش الاهلي بتاع اول 7 ماتشات. ده الاهلي. وحسين الشحات، وما احلى حسين الشحات. لا، حسين الشحات نجم. لما ينزل كده في الدقيقه 70 وياخد هدف راجل المباراه ويدخل الجون ويجيب ضربه جزاء اللي تريزيجيه دخلها، وبعد كده بص بقى، روح الرياضيه يرفع الفانيله بتاعت تريزيجيه ويصور بيها. بس في حاجه يا حسين يا شحات، حسين يا شحات، انت امبارح عملت على كلام الزملكاويه كلهم، الزملكاويه فيه كلمتين كده هقول لهم. عملت امبارح الفينا انت قصير وايه؟ انت كنت بتعملها له؟ طب لو بتعملها له ليه يا عم؟ اهو سابوا كل حاجه، سابوا الفضيحه بتاعت الماتش. امبارح كان الزمالك كان هياخد كان فضيحه. اقسم بالله الماتش امبارح كان يخلص 4-5، ومن بق الزملكاويه نفسهم يخلص 4-5. سابوا الفضيحه، سابوا اللعيبه المتمرده اللي مش هتقدر تنزل التدريب، واحتمال يقدموا شكوى على كلام ابراهيم عبد الجواد، يقدموا شكوى في الزمالك لو مساعدتهم ما جاتلهمش يوم الخميس في حساباتهم. سابوا ان ممدوح عباس قال لهم مش هديكوا فلوس تاني. سابوا ان الاهلي رجع في 5 دقايق بجونه. سابوا ده كله واتكلموا. انت متنمر. هو في حمله على حسين الشحات بعد ما هو حسين الشحات كربك الدنيا خلاص. حسين الشحات امبارح بوظ الزمالك خالص امبارح، فلازم يشوهوه. يعني سبتوا كل حاجه، سبتوا النصايب اللي عندكم دي كلها واتكلمتوا ان لا ده حسين الشحات بيعمل لبازيل، ده متنمر. ايه يا عم انت ما لعبتش كوره ولا ما شفتش كوره؟ ما انا لازم انافس اللعيب اللي قدامي عشان ما يعرفش يلعب. ما لازم اخلوه. ما انت عملته كده. يعني دونجا لما عمل التصوير وطلع لسانه كان حلوه. ناصر منسي في السوبر لما طلع لسانه وعمل لنا كانت حلوه. امبارح الفينا نفسه لما راح لجماهير الاهلي وعمل لهم الحركه بتاعت الاحتفاليه كانت حلوه. غير ده الاهلي على قناته الرسميه قبل المباراه عامل رساله للاهلي وحب وسلام وبتاع. بصوا انتوا ما لقيتوش ان الحكم، اقسم بالله انتوا امبارح الحكم كان 10/10 جاب ضربه جزاء على الاهلي وكان على الاهلي ضده بس 10/10. واحنا قايلين الكلام ده في الحلقه اللي قبل اللي فاتت ان الحكم ده هينزل عنده الانذارات وعنده ضربات الجزاء. السلام عليكم. اقسم بالله لو الحكم ما كانش كويس كنت علقت معاكم الحكم. ده طالعين يقولوا والله العظيم حاجه غريبه، طالعين تقولوا ده الاهلي ده الزمالك خسر بفعل فاعل. يا عم فعل ايه؟ اصل فليرا. طيب فليرا او نيك فليرا زي ما بيقولوه مدرب الزمالك كان النهارده في اجتماع للزمالك عشان يشوفوا ايه اللي حصل في ماتش القمه ويستمعوا ويتكلموا مش عارف ايه. الاجتماع ده اتلغى. قلت لي اتلغى ليه؟ على الكلام اللي وصل لنا ان في تهديد من بعض اعضاء مجلس اداره الزمالك لو فليرا ما مشيش
هيقدموا استقالته. هي وصلت للدرجه دي؟ وصلت للدرجات. تخيل ان هزيمه الزمالك امبارح هزيمه لها توابع، والتوابع ديت ان اعضاء مجلس الاداره بيتهدد ان فليرا لو ما مشيش هيقدموا استقالتهم. طب ما يعملوا بيان. هقول لك لا، ما ينفعش يعملوا بيان. لو انت اتفرجت على الحلقه بتاعت الاسبوع اللي قبل الاسبوع اللي فات بتاع جون ادوار، لما قلت لك جون ادوار هو المتحكم الرسمي في النادي الزمالك، كنت عرفت ان في عقد مبرم بين جون ادوار والزمالك او الكابتن حسين لبيب، ان ما ينفعش يمشي المدرب او يمشي حد من اللعيبه غير ما هو جون ادوار اللي يمشي. فعشان كده اجبروا الكلام اللي انا قلته قبل كده في الحلقات اللي قبل اللي فاتت، لما قلت يا جماعه شوفوا لكم حل لجون ادوار. جون ادوار هو بقى المتحكم الرسمي في الكوره، هو رئيس النادي الرسمي. يعني اعضاء بتهدي الاعضاء دي المفروض هتعمل بيان يكتبهم يمضي على حسين لبيب مش فليرا. دي حاجه داخليه ماليش فيها، بس بقول لك ادي توابع الهزيمه. اعضاء بتهدد. طب خد بقى توابع الفوز للاهلي. ما هو الماتش ده حل مشاكل. توابع الفوز للاهلي النهارده حل مشاكل بالعبيط. معلش الحلقه طولت، بس امبارح انا كنت المفروض اعملها، بس انا من فرحتي والله انا كنت هطلع اسف على، بس انا ما رضيتش. حرام اصل الضرب في الميت حرام. النهارده والكابتن وليد صلاح الدين طلع ببيان وقال لهم يا رجاله، بسبب الفوز امبارح بالرجوله اللي انتوا فيها، مش بالاداء، بالرجوله. انا عاوز لعيبه الاهلي رجوله، بالرجوله الافراج عن المستحقات بتاعتكم. من نفسه لما لقاهم رجوله الافراج عن المستحقات بتاعتهم. احنا عارفين ان بعد الكام ماتش اللي اتلعب، 7 ماتشات اللي اتلعبهم، احنا كنا زعلانين، جماهير الاهلي زعلت، الدنيا زعلت كلها بسبب اللعيبه، فتم وقف المستحقات بتاعتهم. امبارح بعد الفوز اهو الافراج عن المستحقات لعيبه الاهلي، وهيقبضوا وهينغنغوا. الماتش الجاي كسبتوا كهرباء اسماعيليه في الصداره، جاي من بعيد قوي، هتبقى في الصداره. بدل ما كان حد يقول لك انت مش باين، انت فين، ما تطلع فوق، مفيش الكلام ده، في الصداره وكل عارف الكلام ده. ماتش امبارح ماتش مكسب من جميع الجهات، مكسب معنوي، مكسب مادي، مكسب حب واعتزاز لجماهير الاهلي. انت فرحت امبارح جماهير الاهلي، انت منعتنا من صداع لسنين بسبب الماتش بتاع امبارح. كان هيبقى صداع والله. بص، هو ماتش الاهلي والزمالك، لما الزمالك لو ده فين وفين لما بيكسبهم، والله انا كنت عامل احصائيه بس هبقى اعملها لكم في حلقه ثانيه. فرحت الاهلي، فرحته. تريزيجيه امبارح دخل جول. تعرف ان تريزيجيه ده اول جول ليه؟ وتريزيجيه قابل الزمالك 6 مرات ما اتهزمش منهم ولا مره. بص، هو كعب الاهلي على طول اعلى من الزمالك. هتقول لي انت بتقول الكلام ده عشان انت اهلاوي، هقول لك لا يا عم، ارجع للتاريخ، والله هعمل لكم احصائيه بالكلام ده. بس اهو ادي شويه الاخبار، وادي الافراجه، وادي انبساط جماهير الاهلي، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله الاهلي هياخد الدوري. هو لسه الاهلي الدوري طويل، ده لسه احنا بنقول يعني احنا في المباراه، يعني لسه في النهارده كان 7 مباريات 8 مباريات، لسه بدري. هم 9 مباريات، انت فاضل لك ماتش، لو كسبته هتعرف. انت ان شاء الله باذن الله اول الدوري، وهتستمر. وكله عارف لما الاهلي بياخد الصداره محدش بيعرف يلحقه، زي ما الاهلي بيدبدب لما كان بيدبدب كده كان كله بيسقط نقط. هو ده الاهلي. مبروك للجماعه الاهلاويه وهارد لك الزملكاويه، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. والحلقه عجبتك ما تنساش اللايك والتعليق والاشتراك في القناه، وتصلي على النبي في التعليقات، واقول لك سلام.